اقدر احولها للدينار اذا بطلع سعرها اكثر من 3000 دولار. للي ما يدري بالحلقه الاخيره وصلنا تقريبا 88,000. هاي ال 88,000 راح ننزل للسوق، سوق المستخدم احنا نسميه هنا او الباله. راح ننزل ندور لنا على اي شيء مستخدم نقدر نبيعه، بس يكون ربحه يصير شويه عالي. شرط من الشروط الربح مالته يصير فوق ال 10,000 دينار. خلينا ننزل نسوق نشوف شنو بيه. ابقوا ويانا. هسه احنا حاليا يا وليد بسوق هرج زين او سوق الميدان يتسمى. خلينا نشوف شنو اللي بيه. والله بيه هواي شغلات. ركزوا على هذا القناة الغريب. خالد شلون اسعارها؟ غالية تصير رخيصة؟ هسه مثلا هذه اللوحة ايش قد سعرها؟ 75 هذه؟ انا هنا جيت بتني بالبداية. بتني هذا الماعز. هذه شلون سعرها خالد تحفية مال الدراجة؟ هاي 100,000؟ سعرنا متكيف يا ولد. يا ولد حتى تتحرك هذا بيها الستاند يتحرك اللي هو صاير الصفح. الستيرن كل حاله هماتين يتحرك. تفاصيل هاي بيها تفاصيل. هم باكيج بي ام هم باكيج هاي يسموها. تفاصيلها حلوة بس غالية وما اتوقع واحد يشتري. اذا اشتريناها ب100,000 من يشتريها؟ حتى المرة يتحركن من يشتريها؟ بعد شنو لقيت هنا يا ولد؟ حتى بيها قطع هنا مال تزويد. هاي جماعة الانمي هذا ناروتو. هاي ما اعرفها من هي طبعا بس هذا ناروتو. من اللي بيعرف ناروتو؟ قال حسب لي قال احسب لك اياه 65,000. زين تعاملت وياه طقيت له صوره بتليفون راح ادزه للولد. اذا واحد من عندهم رادي اجي اشتري منه من الرجال قبل مباشره ابيعه. خلينا نشوف بعد. خلينا نروح نقلب بعد بالسوق ونشوف لو شي يفيدنا ناخذه هماتين. يا ولد بس تخيل هسه طفيت المحل ثاني. من يعرف هذه مال بيبسي؟ باي ايش قد قديمه ايش قد صار لها هنا. حتى شبكيات هنا مال عنكبوتك ايش قد قديمه العاده هاي. هذا مو نفس الدراجه مالتي بس صديقه عنده نفس الدراجه 750 جي اس اكس ار. اعتقد راح اخذها هاي ما اعرف ولا شوف صديقي اذا احتاجها اخذ لي اياها. ولقينا هاي الكلاسيك بس على شكل ساعه تشوفون. رجع لي الكلاسيك. عمل يدوي هذني كلين؟ هذا الصغير نبدي بالصغير. هاي شلون سعرها عمي؟ ب 50 الوراها ب 100 ذيك ب 125 تشبه وتتقلب. بس ذني غاليات حيل غاليات يعني ما يفيدن. قطع من النوادر عم عمل يدوي. اي من بلجيكا. هذني من بلجيكا؟ نعم هذا التصميم مال اخوي هم. القطع اللي لقيتهن كلهن صورتهن زين ودزيتهن بالجروب ودزيت اللي يحتاجهن. وقد بدن الهارليات الكلاسيك دراجات الكلاسيك. هذا ما يفيدن لنا. اكو ولد مختصين بيهم من نرجع للمنطقه مالتي يلا اشوفهم يفيدنهم او لا. خلنا نتوجه على السوق الاخر سوق المستخدم بس مو تحفيات سوق عادي. هذا السوق سوق البتاوين اي البتاوين هو بتاوين وهرج. سوق البتاوين هذا هنا يجي بصيات على الشارع. اوكي يعني اكو اشياء هوايه اكو اشياء قيمه بس انا ادور لي بيع مباشر باها. بعد خبزه يابسه خلبان خليها بمكان عادي. خليها على الاقل جنب التربل. ولد هنا حاجه ب 500 2 ب1000. هن اصليات بس من اللي يشتريهم؟ يجوز تلقى قطعة تنباع لك ب100,000 ويجوز تلقى قطعة تخسر بيها هاي 500 دينار نفس اللي اشتريتها. يا ولد حرفيا ماكو شي يعني 3 غرضات 4 غرضات بس يعني الموجود بيهم. وشغلات عشوائية كلش عشوائية.
هذا حقيقي تقريبا. هذا شلون سعره خالي؟ ب1000 حبيبي. ب1000 دينار هذه. هاي 3500. هذا ممكن ب1000 دينار تشتري ولد قبل وذب عليه ملايين. صرصر حتى صرصر اكو. ويا كاستر. بس حطه على كتفه. هذا الصليب شلون سعره؟ 2000 هذا حبيبي. مال اخواننا المسيح. ودي هيك ساعة مال فيراري. سنتر ثواني قلت عمي؟ شنو يعني سنتر ثواني حتى ساعة مال اسبوعي وشهري جوه سنتر ثواني صار. انا صراحة مو كلش خوف بالساعات. هاي هنا ذني اغراض قطعة ب500. كهربائيات او الكترونيات مثل ما نقول. بس ماكو فد شي محدد به يعني. شرد ابيع من هذي دار داخلي. ابيع له هذا الجل ابيعه. ما اعرف شنو هو. هذا حتى شنو هاي؟ السويتش هذه. هذا ما ادري شنو اساسا. يا ولد بس ركزوا هاي سبحه. هاي توثيق. واتوثيق هذه ما فيش توثيق. آية وأحمد هنا مكتوب على هذه. الشمس قوية ما أعتقد تبين. هذه هماتين توثيق. طبعا تو سديت التليفون. كنت اخاف صاحبي. لقيت تليفون. بس طلع ما يسوى يعني سعره كلش هواي. ومو سعره اساسا. تقريبا الساعة صارت الساعة ب2:30. ساعة ونص تقريبا نفتر. درجة الحرارة تقريبا راح تطخ 50 الساعة ب2 الظهر. بس احنا عراقيين ما نقدر. لازم شاي. يرجع عندك الطاقة عبالك. هسه حاليا احنا سوق هرج. هاي قيصرية كاملة. بس 3/4 معزلين. باعوا. هاي فرع ببطن فرع. قيصرية ممتدة القيصرية. ومن قيصرية الشارع. زين. بس هسه اغلبيتهم معزلين يعني. ما اعرف هذه شنو. مو فد مال ما اعتقد مال امام. ما ادري شنو. هذا قناص بغداد. هذا قناص بغداد؟ قناص بغداد هذا. ما ادري. قناص بغداد. المهم يا ولد طلعنا هسه هنا. ماكو فد شي. يعني ماكو فد شي محدد. تعبانة. السوق كله تحفيات وتحفيات. يعني تنام كلش تنام. ما بيها فد شي. هنتوجه سوق ثاني افضل. بلكن نشوف فيه شغلات. رجعنا لمعشوقتنا. رجعنا السوق باب الشرجي. هذا السوق باب الشرجي. كله سوق مستخدم. هنشوف شنو اللي بيه ما بيه. بس احنا بالبصية مال صاحبنا. خذلنا عطور. ومن شو. بس شوفوا وين الميد ان فرنش. غلاية. فرنسي هذا العطر. 25. هذا الباركود مالته. يعني ما اسولف لكم على العطر فواه كلش. شلون تحس القطفة؟ لقيت ايفون 7 زين العادي. بس قفل عليه ب30 الف. خابرت ولي سيلت. قال له ما يفيد. قال لي سعر ما يفيد. تليفون واقف تحديثاته وما اعرف شنو. عفته ما اشتريته اساسا. سعره مو سعره ولا هو اصلا ما يمشي ما حد يشتريه. 7 قديم واقف التحديثات بيه. وايرلس جويستيك مال نوتندو سويتش. لا ما اعتقد والله. ما مكتوب فد شي. فور ان سويتش. هذا صيني اعتقد. ميد ان تشاينا. صيني هذا شلون سعره صديقي؟ هذا ب10 بس ما يفيد. راح نروح للملابس. يمكن اجيب له قطع ابيع الحين. ما ادري خليني اشوف اذا قطع حلوات وقويه اجيب اشتري. طلعنا من هنا تقريبا 6 تيشيرتات. خليني اشوف لكم اياهن. هاي اول قطعه شوفوها. هاي ثاني قطعه.
هماتين ب2000. هاي ثالث قطعة 3 ب5، هسه صارت 5000 عندنا. وهذه قطعة هماتين مال تمرين ليجري، هاي 4 قطع. هاي 5 قطعة هذه، حلو قطعة الأخرى. وهاي 6 قطعة لويس فيتون. خلينا نشوف هنا بعد 4 قطع، اريد اشتري 10 قطع هني، وخلينا نشوف ونرجع لكم. بس اسمعوا لي خاف بدا يسمعون. يقول تيشيرت بربع 4 بلف. طبعا انا ما فوت هيك فرصة، ما اخذت. هاي القطعة كيموني ووريورز مال NBA، اخذتها بربع دينار. واخذت بعد هنا ادواء 2 3 يمكن هنا 5 قطع، لا 4، وهذا الخامس. يعني عندنا هنا 6، احنا 6 اخذنا 6 ب10 زين، يعني 3 ب5 6 ب10. وعندنا هنا 1000 وربع، يعني ايش قد صار صرفنا 11 وربع، ينقسم من الحساب 11 وربع. جاي ناخذ لنا ريست. هسه يا ولد جبنا تقريبا 11 تيشيرت. انا خفيت على الفلوس صراحه يا ولد، يعني ما اخذت فد شيء مستخدم قوي او غالي، خفيت لا يتبهدلن او ينام عندي وما ينباع واخسر الفلوس كلها. فعلي من يعني هاي ال 11 تيشيرت كلفني 11 وربع. راح اروح لجماعتي ابيع لهم اياه قطع على 5000 دينار. 11 تيشيرت يعني تلزم تقريبا 55,000، وانا مشتريهن ب 11 وربع. خليكم ويانا، خلينا نروح نبيع التيشيرتات. رجعت انا للبيت ولحد الان بس مجرد نطيت علم جماعتي اني بعت 6 تيشيرتات، يعني ايش قد 10 20 30,000 ينضاف للحساب. بقت هسه كم تيشيرت؟ بقت 5. راح اروح للجيم، اكو ولد هماتين يريدون يشتروهن، ابقوا ويانا. بيع كل السيله صارت. هاي يا ولد جبنا التيشيرتات المتبقيه. تعال استاذ صالح حبيبي، هذا لك؟ ها غسله يرجع لك توب، لان بعدنا ما غاسل. انا قبل جبت من البال اللي جا، هذا مبيوع هذا مبيوع. هاي شنو هاي؟ شنو هذا الجمال؟ بس كوي غسله كوي. اقل من 10 من 5 من 10. وين الخمسه؟ وين الخمسه؟ هاي سبحت انا وخلصت. هسه ولد بالقاعده ينتظروني، بدي اروح ابيع لهم التيشيرتات. 3 ولد. هذا المعضل جبت له تيشيرت مال المعضلين. هاي السلام مال افغانستانيين. سلام افغانستان. هذا يا ولد مضروب بوره من ام نفس يا رجعيله ترى راح يموت. باعوا. شنو هاي زيوني؟ افتر هيدا صبوره عمش كم شبر هذا؟ يمكن بيجي بال4 اشبار، متر وشوي ظهره. هاي شنو هاي زيوني؟ 5000 مالتي. استاذ حسين اخوي الكبير، شلونك استاذي؟ الله يعزك. خليها بس خليها صالح. شنو هاي؟ هسه يا اخوه لو شنو؟ خليها يا معود، خليها تماتين. خليها لا ادى 5 خليها يا معود صدق كذا بالعافيه يا ولد. الف عافيه يا ولد. هسه رجعت للبيت انا طبعا 11 تيشيرت كلهن بعتسن، يعني انضاف رصيدي 55,000. اكو شغله ثانيه الصبح اذا صارت صدق راح نعبر فد سعر كلش حلو. يلا خليكم ويانا. صباح الخير. طبعا الساعه 10 الصبح. راح اضيف قاعده جديده، يعني للي ما يعرف انا عندي سياره. البارحه اكو تطبيق من تطبيقات التوصيل اللي هو التاكسي مثل ما نقول، قدمت عليه وانقبلت به. اول ما سجلت بالتطبيق قطاني 40,000 اللي هي كوبون ترحيبي. هذا الكوبون الترحيبي اللي يعني الكراوي يستقطع من الكوبون الترحيبي مالت اللي هي 40,000 نفسها. فما اعتقد انه استقطاع النسبة راح اسويه من السلسلة نفسها، يعني راح اصير كراوي ببلاش. تفتهمون علي؟ حتى ما استغل الفرصة وما استغل انه انا عندي سيارة، بس راح اضيف 48 ساعة على مدار السلسلة كلها كاملة اشتغل بالسيارة. فاليوم راح استخدم مثل ما نقول الورقة الرابحة مالتي اللي هي ال 48 ساعة، راح استخدم من عندها اشوف ايش كم ساعة راح استخدم،
وايش قد راح اطلع. هسه الساعة بالعشرة الصبح راح ابلش ابند قبل 8 لين عندي تمرين اريد اروح اتمرن. ابند قبل 8 نشوف ايش قد راح نلم. نسيت اقول لكم يا ولد، هسه السيارة تقريبا بيها ربع بنزين، فوق الربع بشوية، لازم ارجع والسيارة بيها نفس البنزين نفس المستوى. يعني فلوس البنزين انا راح اتكفل بيه. يعني كم ساعة شغل؟ 8 ساعات شغل اني. على 8 ساعات ايش قد ما اصرف بنزين ايش قد ما اخلي. فخلنا نتوكل وخلنا نشوف ايش قد راح نلم. A few moments later. يا ولد قضيت تعبت، سخلت لي ريستي شوي. تقريبا الساعة صارت، خلي اشوفكم. الساعة صارت بالسبعة و37 دقيقة. بس انا قضيت يعني تعرفون شنو قضيت؟ بس جمعنا خوش مبلغ. راح اكمل اعتقد راح اعبر ال8 لين دا اريد هدف، اريد اوصل فسير معين يصل وياي. ما بقى شي ابد ما بقى شي. هسه خلنا نطبق حتى نقعد نسولف. بس الساعة تقريبا صارت، خل اشوفكم، الساعة بالتسعة 41 دقيقة. قضيت صدق قضيت يعني. والشارع ما بقيت كروة صاحي. صدق تذكرت خل اشوفكم البنزين نفسه عبيت ب10,000. انا رجعت عبيت ب10,000. هسه خل نطفي السيارة. هسه خل نحسب يا ولد. خل ثبت الكاميرا دقيقة. اكو موضوع اريد اقول لكم بيه قبل لا احسب الفلوس. يعني انا ما اطلب هذا الشيء، يعني انت كمشاهد انت تقيم هذا الشيء استحقه او لا. ترى جاي اتعب بالتصوير وبالمونتاج واطلع الافكار دا اتعب بيها. فعلى الاقل ادعموني باشتراك او لايك. يعني انت ما راح يضرك فد شيء. هذا اكثر شيء قدرت اقربه. خلينا نشوف وين وصلنا. هسه طبعا الفلوس صرفتني يا ولد. الفلوس اغلبيتهم كانت خردة وخمسات وعشرات والاف، صرفتهم 25. بداية اوقفوا قبل لا اقول لكم ايش قد مال التاكسي. خل اقول لكم مال الملابس تعرفوه. 10 20 30 40 50 55 الف. مال الملابس 55 الف هاي. اوكي سنجي عليه نجي على مال التاكسي. ايش قد طلعت؟ ايش قد تقولون؟ روحوا بالتعليقات هسه اكتبوا قبل لا احسب ايش قد مال التاكسي. روحوا اكتبوا ايش قد طلعت مال التاكسي. شنو هذا هني؟ تشوفون حمرات هاي 25 50 75 100. بالكم خلصنا؟ لا بعد 101 102 102 ونص 102 و750 103. يعني انا بيوم واحد طلعت، اذا نرجع من البداية على 1000 دينار، بيوم واحد طلعت في 100 ربح في 100. هنا كان 100 و113 10 فورة بنزين و103 الربح الصافي. زين فعندنا 55 زائد 100 و3000. ايش قد صارت؟ ما ادري، انا راح اكتب لكم اياها فوق. اعتقد وصلنا 232 ونص بهالحدود. 232 و750 بال 230 ما ادري. ربح بيوم واحد تقريبا 55 ب 103,000. 155 ب3 158 الف. هسه جبنا الكاميرا، خلينا ننزل من السيارة. تعبت بعد، خل اقفلها. الربح اليوم كان كلش عالي، اكثر من اي يوم اعتقد انا ربحان بيه. ونفس ما قلت لكم على موضوع الاشتراك، وجروبه مال الانستغرام موجود هنا، روحوا ادخلوا بيه. جاي انشر شغلات، جاي اسالكم، جاي استفسر هواي امور جاي يصير بالجروب. روحوا انضموا بيه ضروري كلش. لين انا اوصل لنهاية الحلقة، اتمنى تونسوا وياي. كان وياكم محمد علي، في امان الله.